العربيه اللي معانا النهارده هي تجربه مختلفه بالنسبه لي، بسبب ان انا شخصيا بفضل العربيات السيدان والكروس اوفر عن العربيات الهاتشباك، ولكن بعد ما جربت العربيه ديت لمده بصراحه لعبت في دماغي وغيرت لي شويه مفاهيم عن العربيات الهاتشباك. فخلونا نتكلم على كل حاجه تخص العربيه ديت. فاهلا بيكم في ريفلاين، انا محمد الزيات، والنهارده هنريفيو الكوبرا ليون 2025. وبالنسبه للبرفورمانس، العربيه الكوبرا اليوم بتيجي بموتور 4 سلندر 1400 سي سي توربو تشارج، بيطلع 150 هورس باور و250 نيوتن متر من العزم. كل ده متوصل على جير بوكس ايسن الياباني 8 سرعات، يخلي العربيه دي توصل من 0 ل 100 في حوالي 8 ثواني ونص، وكل ده متوصل على منظومه جر امامي. وطبعا احنا كلنا عارفين ان الموتور ال 1400 ده هو بتاع في دبليو، موجود على عربيات كتير قوي ومختلفه قوي، ويمكن موجود في كل عربيات كوبرا او التيرامار والليون دلوقتي، لان الفورمنتر نزل لها ال 1500 الجديد. ولكن بصراحه هو نفس الموتور، ولكن تجربه قياده مختلفه تماما من عربيه للتانيه، فالتجربه هنا مختلفه تماما عن التيرامار. ونبدا باول حاجه في تجربه كوبرا، وهو المفتاح بتاعها. يمكن المفتاح ده شهير جدا، وده اللي بيبقى موجود عاده في في دبليو جروب بمختلف البراندات بتاعتهم، بيبقى دايما مغيرين اللوجو اللي بيبقى موجود في النص، بيبقوا حاطين مثلا سكودا او في دبليو، ولكن ده كوبرا، شكله شيك جدا. ونفس الكلام التحكمات موجوده الناحيه الثانيه. الاضاءات والفوانيس بتاعت كوبرا دايما بتبقى مميزه، خصوصا بعد الفيس ليفت اللي عملوه وبقوا ياخدوا في الديزاين بقى على شكل مثلثات كتير. الديزاين ده شكله حلو قوي من وجهه نظري، وفي نفس الوقت الفوانيس فولي ليد وفيها ويلكم لايتس، بيبقى شكلها لذيذ، وراننج داي لايت شكله ألذ، ولما بتيجي تدي اشاره الفانوس كله بينور باللون الاصفر عشان الاشاره. عندنا طبعا انوار الفوجات اللي كوبرا مشهوره بيها، تبقى موجوده في اغلب عربياتهم او في كلها يعتبر. وغير برضو فتحات التهويه اللي هنلاحظها اللي موجوده عشان تبرد على الكاوتش، والفتحات الكبيره قوي اللي موجوده هنا عشان تهوي على الموتور. ده غير طبعا التضليعات اللي موجوده في الكبوت زي ما احنا شايفين، مديه العربيه شكل شرس اكتر. وفي نفس الوقت عندنا اللوجو بتاع كوبرا الشهير في مكانه. اللون بتاع العربيه ده هو لون مميز جدا بالنسبه لي، وانا بعشق الالوان المات، وكوبرا مشهوره جدا بالالوان المات. فاللون ده كمان بيفكرني بحاجه، هو قريب قوي من الاميرالد جرين بالنسبه لي، ولكنه طبعا الاميرالد جرين مش مات. بيفكرني بعربيات البورشه، والديزاين بتاعهم واللون ده عليهم بيبقى بالنسبه لي تحفه. فاللون ده حلو قوي. والديزاين بتاع الجونت، والجونت ده بالنسبه لي هو يمكن احسن ديزاين جونت موجود عند كوبرا من وجهه نظري. زي ما احنا شايفين التضليعات اللي احنا اتكلمنا عليها، وعندنا المرايات بتبقى فولدنج او مرايات ضم، وفيها برضو انوار الاشاره موجوده هنا. التعليق الوحيد بصراحه ان المرايه مش نفس لون البادي، وبتيجي بلون سيلفر كده. كنت حاسس ان هي لو كانت اسود او لو كانت نفس لون البادي العربيه كان هيبقى شكلها احسن. وزي ما احنا شايفين طبعا العربيه انسيابيه قد ايه، وفي نفس الوقت قاعده العجلات ما هياش صغيره قوي، وده هنشوفه لما ندخل ونجرب العربيه ونشوف مساحتها. ونقطه كمان، العربيه ده طبعا فيها كيلس انتري، بتقدر انك انت تدخل العربيه بكل سهوله، وزي ما احنا شايفين المرايات الفولدنج. في نفس الوقت العربيه لو شفت علو العربيه من على الارض، العربيه مش واطيه اطلاقا، ما سببتليش اي مشاكل وانا بجربها، مقارنه بعربيات ثانيه زي مثلا السي ال اي بتاعت مرسيدس. في كام عربيه كده لما بتيجي تسوقهم وهم مش هاتشباك بيبقوا ازمه بالنسبه لهم ارتفاعهم على الارض، ولكن دي ما فيهاش مشكله من وجهه نظري. والليد بار اللي مشهور جدا في في دبليو جروب، وخصوصا في كوبرا، كل عربيات الكوبرا عندها نفس الليد بار، ولكن حاسس في الكوبرا اليون بيبقى فيه تفاصيل اكتر، ان هي لما بتيجي برضو بتعمل ويلكم لايتس، ولما بتقفل العربيه بتقفل برضو بشو شويه. ولو شايفين التفاصيل والمثلثات اللي احنا اتكلمنا عليها، عندك هنا علامه كوبرا. وفي نفس الوقت العربيه ديت فيها كاميرا خلفيه، ودي التجهيزات اللي هي جايه بيها، ما فيهاش للاسف كاميرات 360. وظهر العربيه رياضي جدا بالديفيوزر اللي موجود عندنا، وفتحات الاكزوست شكلها شيك جدا، وشكل العربيه رياضي. فكاوفرول من العربيه من الظهر يمكن ده ألذ بروفايل باك بروفايل لكوبرا بالنسبه لي. ونيجي لتفصيله مهمه قوي ما حدش يعرفها غير لو كان معاه الكوبرا ليون او بيحب الكوبرا ليون قوي، وهي ان شنطه العربيه ما بتفتحش من هنا. شنطه العربيه بتفتح من مكان سري موجود هنا. دي بصراحه حاجه انا يعني زاولت ناس كتير قوي بيها. فبرضو للاسف شنطه العربيه مش كهرباء،
طبعا بالنسبه لي كان هيبقى احسن لو كان الكهرباء. والعمليه، وهنتكلم على سعه التخزين. سعه تخزين الشنطه ديت هي 380 لتر، بالنسبه لي مساحه مقبوله جدا بالنسبه لعربيه هاتشباك. في الاول وفي الاخر ما بنتكلمش على عربيه سيدان او كروس اوفر، فهي مش مناسبه قوي للعائلات، ولكنها لشاب او لعائله صغيره مكونه من شخصين او 3 هتبقى مناسبه جدا. اول ما تدخل العربيه هتلاحظ ان الباكيت سيت اللي موجود هنا مختلف عن اي عربيه من كوبرا. الباكيت سيت هنا حضنك بزياده، واخد وضع رياضي اكتر بكتير، وبعدين في نفس الوقت هو شيك جدا. هتلاقي عندك هنا الانجريفنج بتاع لوجو كوبرا موجود، وهتلاقي ان الكرسي فيه تطريزات باللون النحاسي اللي هم مشهورين بيه جدا او اللون الكوبر. وفي نفس الوقت الكرسي مزيج ما بين الالكانتارا وما بين الجلد. انا بالنسبه لي بحب الالكانتارا جدا، فبالنسبه لي هم مستعملينها كتير قوي في العربيه الكوبرا، فدي حاجه كويسه جدا. في نفس الوقت في جنب الباب عندنا برضو الالكانتارا موجوده بزي تخريمات كده شكلها لذيذ باللون الازرق، وبيجي عليها الامبيانت لايت من المكان ده، فبتدي بصراحه يعني شكل لذيذ جدا. وممكن تدخلوا على انستجرام عندي على الاكونت وتقدروا تشوفوا الستوريز، احنا صورنا العربيه ده بالليل وشفنا الامبيانت لايتس بتبقى عامله ازاي فعلا. وتكمله عندنا الدور هاندل او الماسكه بتاعه الباب، وفيها برضو تطريزات باللون النحاسي. يمكن هي بصراحه فيها صوت تزييق شويه خفيف. وعندنا برضو التحكمات بتاعه المرايه وبتاعه الشبابيك عادي جدا. والساوند سيستم السينهايزر اللي احنا اتكلمنا عليه، حوالي 12 سماعه في العربيه، وده يمكن من احسن الساوند سيستمز اللي انا جربتها، وخصوصا على العربيه الليون بسبب ان هي العربيه ملمومه شويه، فالساوند سيستم بجد خرافي فيها. وكمان تفصيله وهو الدريكسيون بتاع العربيه. طبعا الدريكسيون بتاع كوبرا مشهور جدا، او الستيرنج ويل بقى خصوصا بالفيس ليفت بتاعهم، ان هو بقى عندك الكوبرا مود من الزرار اللي موجود على الشمال، وفي الزرار اللي على اليمين ستارت ستوب انجن. الموضوع سلس جدا. عندنا الناحيه اللي على الشمال بتحكم فيها في العدادات، الناحيه اللي على اليمين في الانفوتينمنت سيستم، اللي هو بالنسبه لي سهل جدا برضو التعامل معاه. ويمكن برضو على انستجرام في الستوريز اتكلمنا باستفاضه على الاوبشنز اللي موجوده في الانفوتينمنت سيستم. وعندنا برضو البادل شيفترز موجوده عشان العربيه رياضيه بالدرجه الاولى. وسان روف، هو مش بانوراميك سان روف ولكنه فتحه سقف محترمه بصراحه، بتدخل نور وبتقدر انك انت تفتحها برضو بكل سهوله بالتاتش. وعندنا الانوار اللي موجوده برضو سنسورز، بتقدر انك انت تفتحها بكل سهوله. فالعربيه كتجهيزات يمكن هي فيها كل حاجه انت هتبقى محتاجها. نفس الكلام التابلو اللي قدام الباسنجر سيت هو برضو سوفت تاتش، وموجود فيه ستيتشز باللون النحاسي اللي كوبرا مشهوره بيه. نفس الكلام الحته الجراي اللي موجوده في التابلو. فالعربيه ككل من جوه بصراحه تجربه مريحه جدا. يمكن في جنب الباب مساحات مقبوله، مش اكبر حاجه في الدنيا ولكنها كويسه. عندنا الوايرلس تشارجر اللي موجود برضو هنا، وفوقيه 2 مخرج تايب سي. وعندنا مكانين برضو جنب الفتيس بتقدر انك انت تحط فيهم المفاتيح، شكلهم شيك وصغيرين جدا. وعندنا برضو الفتيس موجود هنا بشكل لذيذ قوي، شيفت باي واير. عندك زرار التراكشن، كل الكلام ده جديد. وعندنا برضو الهاند بريك وجنبه السنتر لوك. وفي فتحه، وفي 2 كاب هولدر، واحده غويطه شويه وواحده اقل عمقا. عندنا مساحه التخزين اللي موجوده هنا مقبوله جدا. وعندنا برضو مساحه التخزين اللي قدام الباسنجر سيت اللي في التابلو دي كويسه جدا، كمساحه تخزين مقبوله جدا بالنسبه لحجم العربيه. وفتحات التكييف طبعا حواليها اللون النحاسي وشكلها حلو جدا، وعندك الانتظار في النص. والانفوتينمنت سيستم الشاشه عملاقه، وعندك برضو كل الاوبشنز. انا شكرت في الانفوتينمنت سيستم واتكلمت عليه كتير قوي. في نفس الوقت عندك الزراير التاتش اللي موجوده في الحته البيانو بلاك دي، بتقدر انك انت تعلي وتوطي منها بكل سهوله. وبالنسبه لمقاس الشاشات، احنا عندنا الشاشه بتاعت الانفوتينمنت سيستم هي حوالي 12 انش، وعندنا ده بتاعت الديجيتال ديسبلاي حوالي 10 انش. فطبعا المساحات كويسه جدا، والكواليتي بتاعت الديسبلاي بتاعت الحاجه اللي انت شايفها قدامك يعني مفيش احسن من كده بالنسبه لي. انا بالنسبه لي بحب قوي الانفوتينمنت سيستم، واي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي كوبرا بتستعملها، لان هي بتبقى متقدمه جدا من وجهه نظري. طيب عندنا برضو الشيد بتاعه السان روف، يمكن هي قماش وبرضو بتعملها مانيوال ما فيهاش اوتوماتيك. وكبيلد كواليتي كاوفرول بصراحه سوفت تاتش موجود يعني في اغلب المناطق اللي انت تحط ايدك عليها، ودي حاجه كويسه بالنسبه لسعر العربيه. وبالنسبه لي ككل حاجه يعني كاوبشنز وككل حاجه، انا مش بحس ان انا محتاج حاجه ازيد من كده لعربيه بالحجم ده. يعني مثلا بلايند سبوت مش محتاج بلايند سبوت، ممكن ابقى محتاج مثلا الهيد اب ديسبلاي ولكنه مش مسبب لي ازمه بصراحه. وعندنا ستيتشز باللون النحاسي في كل حته، دي مديه بصراحه مود مختلف تماما. ونفس الكلام في الستيرنج ويل، وقدامك لوجو كوبرا، فتجربه مختلفه تماما كانتيريور. ودلوقتي هنيجي للحته اللي فاجئتني جدا، وهي مساحه الكنبه الخلفيه.
انا بالنسبه لي انا كده ظابط الكرسي على قعدتي، ففي لاج روم محترمه جدا. يمكن القعده بس هي ما بتبقاش اريح حاجه، بتحس انت يعني جسمك ساقط لتحت بسبب ان العربيه واطيه، ولكن كهاد روم برضو مقبوله جدا. ولو بصينا على الباب هنلاقي نفس الديزاين اللي موجود قدام، ولكن الكواليتي ابتدت تقل طبعا، بقى هارد بلاستيك اكتر وما بقاش سوفت تاتش. عندنا نفس الالكانتارا بنفس التخريمات اللي احنا اتكلمنا فيها، في الفتحه اللي بتبقى موجوده في الفورمنتر وفي الليون ده ممكن تزغزغ اللي سايق منها. عندنا برضو الكاب هولدرز شكلهم برضو شيك جدا، وفتحتين تكييف واتنين تايب سي برضو بتقدر انك تتحكم فيها ديجيتالي من هنا. عندنا الانوار برضو شكلها شيك جدا نفس اللي قدام. والكنبه بشكل عام كماتيريالز هي نفس الكراسي اللي قدام برضو الكانتارا، وفي جلد خفيف برضو في الجناب، ونفس التطريز اللي باللون النحاسي. وعندنا نفق فتيس يمكن هو عالي شويتين ثلاثه، فباختصار شديد العربيه لو هتاخد اشخاص تاخد 4 اشخاص مستريح جدا، وحتى اشخاص كبار. ولكن الخامس ده هيبقى ممكن يبقى طفل او ممكن يبقى شخص متوسط الحجم. ودلوقتي هنيجي على مرحله التست درايف، وخليني اقول لكم برضو سعر العربيه. سعر العربيه في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده هو 1,774,000، وده برضو يعني في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه حاليا. برضو في احداث بتحصل في العالم، فالله اعلم الاسعار ممكن تتغير ولا لا. المهم كتجربه قياده العربيه بالنسبه لي، المشكله اللي انا قابلتها شويه هي كانت في موضوع الكاوتش، ان الكاوتش البروفايل بتاعه رياضي جدا، والعفشه يعني ناشفه سنه بسبب ان العربيه رياضيه، ولكنها مش كارثيه. يعني الموضوع مش مريح للدرجه، ولكنه برضو حاجه تتحط في الحسبان. هي مش انعم تجربه قياده، بل هي المفروض اكتر تجربه قياده رياضيه انا جربتها من كوبرا. وحته انك انت بتبقى قريب من الارض عشان انت سايق عربيه هاتشباك والكرسي حاضنك، وفكره انك انت لما بتيجي تعمل مناوره او بتاخد غرزه او حاجه، الموضوع بيبقى اسلس ما يكون بسبب ان العربيه رشيقه جدا وخفيفه، وعكس الاس يو فيز اللي بتبقى موجوده زي مثلا الفورمنتر او زي التيرامار يبقى حجمهم كبير، فالمناورات بيهم ما بتبقاش اسهل حاجه. واحنا دلوقتي ماشيين على كومفورت مود، والعربيه بصراحه مبدئيا بتحس ان في اكتيف هورس باور، بتحس ان الاحصنه اللي فيها حقيقيه فعلا. دوست البنزين بتحس ان العربيه بتطير بيها، فدي بصراحه حاجه كويسه، تحس العربيه باورفل شويتين ثلاثه. وهنجربها طبعا على سبورت مود ونشوف ادائها ومدى استجابتها. فخلينا برضو نجرب على كومفورت مود على سرعه عاليه، ونجرب ندوس دوسه كده نشوف الاستجابه. طبعا العربيه استجابتها تحفه ورشيقه جدا، كان احنا في حته فيها مطبات عالي وواطي كتير. فبرضو في الملفات انا باخد حته المفروض دلوقتي حاده في الطريق، العربيه واخداها باسلس ما يمكن، وستيرنج ويل سلس جدا. خلينا نجرب دلوقتي السبورت مود، ونجرب ندوس دوسه على سبورت مود كده نشوف استجابه العربيه. احنا هنهدي السرعه خالص، هنجرب نطلع طلعه مفاجاه، وبعديها نعمل اللونش كنترول ونقول لكم برضو السبيكس بتاعت العربيه واحنا بنعمل اللونش كنترول. فيلا بينا نطلع طالعه بالسبورت مود. دلوقتي طالعين من سرعه 40. طبعا فتيس الايزن الياباني ده هايل جدا بالنسبه لي، نقلاته تحفه، والعربيه بصراحه استجابتها مرعبه. يعني العربيه رياضيه بدرجه بعيده قوي، وفكره انك انت الكرسي حضنك، انت حاسس انت والكرسي حاجه واحده، فدي حاجه بتديك اكسبيرينس لتجربه القياده بتبقى مختلفه تماما جدا. ودلوقتي المرحله الامتع والاقرب لقلبي ان احنا هنعمل لونش كنترول بالعربيه. طبعا اول حاجه هندخل على السيتنجز وهنجيب التراكشن، هنعمل التراكشن. الحاجه اللي انا اكتشفتها في كوبرا انك انت ممكن تعمل تراكشن اون واوف، وفي اي اس بي سبورت اللي هو بيبقى بين البنين. وعندنا برضو جايبين العربيه على سبورت كوبرا مود، وهنبتدي ندوس. المفروض العربيه 150 هورس باور و250 نيوتن متر، بتجيب من 0 ل 100 في حوالي 8 ثواني ونص ل 9 ثواني. فاحنا دلوقتي جبنا ال 120 وداخلين على ملف 130. العربيه استجابتها مرعبه. احنا بناخد الملف دلوقتي على 130 وبطريقه سلسه جدا. فانا بالنسبه لي العربيه كتجربه قياده يعني 8.5 من 10. وكانتيرير العربيه فاجئتني بحاجات كتيره قوي برضو، ادي الانتيرير بتاعها 7.5 من 10، ودي درجه كويسه جدا. انا بالنسبه لان انا اتصدمت بحبي للعربيات الهاتشباك، انا ما كنتش اعرف ان انا فعلا ممكن احب عربيه هاتشباك.
وعندنا اخر حاجه الاكستيرير بتاع كوبرا هو 8.5 9 مستريح. انا بالنسبه لي من احلى الديزاين لانجوجز اللي بقت موجوده في العربيات بشكل عام في السنين الاخيره اللي احنا عايشينها. دي كانت كل حاجه في اللونج ريفيو. طبعا احنا في ستوريز لذيذه قوي نزلناها على انستجرام، هنسيب لكم اللينك بتاع الانستجرام، خشوا اعملوا فولو عشان تشوفوا الستوريز ديت، وقولوا لنا في الكومنتس ايه رايكم في الفيديو، وحابين نجيب عربيه ايه تاني نجربها. انتوا كنتوا في ريف لاين وانا محمد الزيات، ودي اكيد مش اخر عربيه. سلام.